لو فيديوهاتك ما بتجيبش مشاهدات خالص او بتنزل فيديوهات قصيرة او طويلة ولسه ما فيش اي نتيجة، يبقى غالبا بتعمل نفس الغلطة اللي انا عملتها. في 5 اعدادات مخفية يوتيوب مش بيقول لحد عليهم، بس لو عملت واحدة منهم غلط قناتك كلها ممكن تفضل مختفية. انا كنت في نفس الموقف ده بالظبط، 0 مشاهدات، 0 وقت مشاهدة، وما عنديش امل خالص. بس غيرت شوية اعدادات مهمة وكل حاجة اتغيرت. هقولك ازاي تعمل نفس الموضوع بالظبط. زمان كنت بنزل محتوى انا مؤمن بيه وحاسس انه كويس، بس مفيش حاجة نفعت، كنت خلاص هستسلم، وكنت دايما بقول هو ليه يوتيوب ما بيدينيش فرصة. بس قررت ابطل تخمين وابدا اجرب. قعدت ساعات بدور في يوتيوب استوديو وبشوف مقابلات لناس من جوه يوتيوب، ولقيت نمط معين، تركيبة من الإعدادات اللي تقريبا كل القنوات الناجحة بتستخدمها، وأغلب المبتدئين ممكن ما يعرفوش حاجة عنها. فجربتها، طبقت ال5 تغييرات كلهم ونزلت فيديو وجاب آلاف المشاهدات. أنا عايز نفس الموضوع ده يحصل معاك بالظبط، فخد 5 دقايق وركز كويس معايا علشان كل خطوة بتبني على اللي قبلها. ما تخيلتش أبدا من شهر فات إن أرقام ترشيحات فيديوهاتي توصل ل1,100,000. الأرقام دي بسيطة، القنوات عليها مئات الآلاف من المشتركين، لكن قناتي لسه يدوب وصل ل4,000. وبالمناسبة دي حابب أشكر كل واحد فيكم، وده بجد مش كلام وخلاص، لأننا عارفين إن لولا الناس اللي بتتفاعل مع الفيديوهات ما كانش هيبقى في حاجة اسمها صانع محتوى أو يوتيوب عموما. الإعداد الأول، روح على يوتيوب استوديو، الإعدادات، القناة، إعدادات متقدمة، هتلاقي هل تريد تصنيف قناتك على إنها مخصصة للأطفال؟ بصراحة لو بتعمل أغاني أطفال أو فيديوهات فتح لعب أطفال مثلا تمام، غير كده خليها لأ، علشان لو عملتها نعم يوتيوب ممكن يعرض محتواك على منصة يوتيوب كيدز، وده كده كأنك بتدفن شغلك بإيدك، ولا توصيات ولا ظهور في الصفحة الرئيسية، الفيديو بتاعك بيختفي زي ما الشربات بيختفي في الغسالة بالظبط. المحتوى المعدل، يوتيوب من فترة نزل علامة جديدة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي، لو فوتها الفيديو بتاعك ممكن ما ياخدش النمو اللي هو يستاهله. وانت بترفع الفيديو انزل تحت هتلاقي محتوى معدل، لو دوست نعم فانت كأنك بتقول ليوتيوب انا روبوت من سنة 3025، ارمي الفيديو بتاعي في الفضاء، مش عايز اشوفه، انا مش بهزر، انا جربتها. لما دوست نعم مشاهداتي نزلت اسرع من نزولك دلوقتي حالا في الكومنتات علشان تقول لي تسلم ايدك. بس بجد لما دوست لأ، نفس الفيديو ده بدأ يظهر في التصفح والمقترحات. الحقيقة ان الاعداد ده قاسي شوية، بالذات على الشورتس اللي يوتيوب بقى غرقان فيها محتوى ذكاء اصطناعي، بس بدأ يدخل كمان على الفيديوهات الطويلة، خصوصا لو بتستخدم فيديوهات ستوك او اصوات ذكاء اصطناعي او سكريبتات من غير وجه. فلو الفيديو بتاعك مستخدم فيه ناس حقيقية او احداث حقيقية وعاملها ذكاء اصطناعي، هنا انت بتدوس نعم، غير كده اختار لأ. قبل ما اقولك على الخطوة الثالثة، انا اتكلمت قبل كده عن ناس سرقت افكار فيديوهات عندي، يعني الموضوع ممكن ما يبقاش حاجة كبيرة قوي، ده المتوقع من يوتيوب، لكن المرة دي احنا قدام نسخة كوبي بيست بمستوى فضيحة. واحد قرر ياخد الاستوديو اللي انا بنيته جزء جزء، وكل لقطة وكل تفصيلة فيه ايوه انا عاملها بالذكاء الاصطناعي، بس انا عاملها بشغل وتعب ومجهود. هو تجاهل كل ده وشال وشي وحط وشه مكاني. الفرق بيني وبينه ان انا حد بفكر وببتكر، وهو بيستنى مجهود غيره وبيسرقه. دي رسالة صغيرة ليه، انا حاسس ان هو بيتفرج. لو انت فاكر ان النجاح بيجي بالسرقة فانت مش مبدع ولا كده، انت بتشغل دماغك، انت بالنسبة لي مجرد حرامي بائس. نرجع لموضوع الفيديو. الاعداد الثالث، عمرك لاحظت وانت بتتفرج على فيديو وكل الاقتراحات اللي في الجنب من نفس صانع المحتوى؟ ده مش حظ، ده تخطيط. هقولك ازاي تعملها بالظبط. روح على يوتيوب استوديو واعمل قائمة تشغيل جديدة وسميها اسم يخلي الناس عايزة تدوس عليه، حاجة زي طرق نمو سريعة جابت لي ملايين المشاهدات، حاجة كده تدي شوية فضول للناس. بعدين ضيف احسن فيديوهات للقائمة دي، فيديوهات ليها علاقة ببعض، خليها علني وانسخ لينك القائمة. دلوقتي الحركة الخطيرة، حط اللينك في وصف الفيديو بتاعك وكومنت مثبت. بس استنى، ما تعملش كده وخلاص، خليك اذكى. دلوقتي ادخل على فيديو واحد من القائمة دي ودوس مشاركة وهات لينك بوقت محدد. بالطريقة دي اللي هيدخلوا على فيديو معين جوه القائمة دي، وبعدين يوتيوب هيبدأ يقترح له فيديوهاتك التانية ورا بعض. الاعداد الرابع،
ده اعداد بسيط بس قوي جدا. جوه كل فيديو دوس على زرار شاشة النهاية. اغلب صناع المحتوى بيعملوا ايه؟ بيحطوا زرار اشتراك وخلاص، بس احنا اذكى دلوقتي بنفكر زي المحترفين. بدل اشترك هنختار قائمة التشغيل اللي احنا عملناها، علشان اول فيديو في القائمة هو اللي هيظهر على شاشة النهاية بتاعتك، ولما يدوسوا الفيديو اللي بعده هيشتغل تلقائي، كأنك بتعمل فخ بس من النوع اللي اليوتيوب بيحبه. بتحول مشاهدة واحدة لأكتر من مشاهدة في قاعدة واحدة، وده يوصلك لوقت مشاهدات اكتر وتوصيات اكتر. بس عشان شاشة النهاية دي بتظهر في اخر 20 ثانية واغلب الناس ممكن ما توصلش للاخر، هنحتاج الخطوة اللي جاية. تمام، في الخطوة دي احنا عملنا دلوقتي فيديو جامد بس الناس لسه بتخرج بدري، ده عشان مش بتستخدم البطاقات صح. روح تحت اعدادات شاشة النهاية ودوس على البطاقات. اسمع كويس، عند الثانية 10 ضيف بطاقة قائمة التشغيل، نفس القائمة الجامدة اللي احنا لسه عاملينها من شوية. طب ليه هنختار اول 10 ثواني؟ عشان اغلب المشاهدين بيكونوا خلاص بيجهزوا نفسهم ان هم يروحوا الفيديو تاني، فلازم في الثانية 15 تلحقهم قبل ما مخهم يقول لهم يلا نروح الفيديو اللي بعده. احنا مش بنديهم اختيارات، ده الفخ الاول. دلوقتي قدم الفيديو للنص، الدنيا سخنت وهم مندمجين في الفيديو وكملوا الفيديو وصلوا لحد هنا. هنحط بطاقة فيديو تاني ليه علاقة بنفس المحتوى اللي احنا بنقدمه، وما نستخدمش كلام ممل زي شوف الفيديو ده او تسيب حتى عنوان الفيديو فاضي. لا، استخدم جمل تثير الفضول زي ما تفوتش فيديو خدع المونتاج دي، او اعمل مونتاج زي المحترفين لو هو ده نوع المحتوى بتاعك. وطبعا الجمل هنستخدمها على حسب نوع المحتوى. دي مش مجرد اقتراحات، دي إشارة للمخ الفضولي إن في كل مرة حد بيدوس بيتعمقوا أكتر في العالم اللي أنت عملته. ويوتيوب بيشوف ده من بعيد، بيشوفهم بيتفرجوا أكتر وبيدوسوا أكتر، ده معناه إن يوتيوب هيحبك. وما تنسوش إن ده هيساعدك بقوة إنك تحقق شروط اليوتيوب اللي كلنا عارفينها. لو الفيديو ده عجبك عرفني في الكومنتات. لو عايز تعرف أسرار تاني مش هتلاقي حد اتكلم عنها ممكن تساعدك أكتر في مرحلة قبل ما ترفع الفيديو. أنا بحب أجيب الخلاصة علشان أسهل لصناع المحتوى الصغيرين اللي زيي إنهم ينجحوا أخيرا في عالم يوتيوب وما يواجهوش نفس الصعاب اللي أنا واجهتها لحد دلوقتي. لو اتعلمت حتى حاجة واحدة النهاردة في الفيديو دوس لايك، ولو لسه بتحلم انك توصل ولسه ما يأستش اشترك وفعل الاشعارات علشان الفيديو الجاي تتعلم حاجة مميزة جدا. اشوفك هناك، سلام.